بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا خدنا اخر حاجة في الحروف المد. هنتكلم في الحلقة دي على ايه؟ على المدود. نتكلم على ايه؟ على المدود. وخدنا ايه؟ وخدنا فيها المد بالالف. وخدنا بناخد المد بالواو، وبعدها هناخد ايه؟ المد بالايه؟ بالياء. ماشي، اللي هي بالواو بالياء وبالالف بهذا الشكل. يعني خلصت الالف باخد الواو، هناخد بعدها ايه؟ الياء. احنا وصلنا فين لحد ايه؟ الواو. هنشوف دلوقتي اخر حرفين خدناهم ايه في المدود اللي هي بالواو. خدناها ايه؟ خدنا حرف الصاد وحرف ايه؟ الضاد. حرف الصاد والضاد. قلنا الصاد زي ايه؟ لما تيجي تتكتب مع الواو نقول صو بهذا الشكل. صو يعني زي ايه؟ صوص بهذا الشكل. وإن ضو زي ايه؟ ضاد. حرف الضاد ضو بهذا الشكل. هناخد ايه؟ لما تيجي تضم الواو هنقول ضو، لازم نضم كده بقى زي ضوء بهذا الشكل. يبقى احنا خدنا اخر حرفين اللي هي الصاد والضاد مع الواو. هنقول هنضم بينا نقول صو وضو زي ضوء وصوص بهذا الشكل. هناخد حرف ايه دلوقتي؟ هناخد حرفين تانيين اللي هما ايه؟ حرف ايه؟ حرف الطاء وحرف ايه؟ الظاء. الطاء والظاء. الظاء هنقولها من الحروف اللثوية ما ننسوش. زي ايه؟ لما نيجي حرف الطاء زي ايه؟ لما نيجي نحطها جنب الواو هتقل عليها ايه؟ طو زي ايه؟ خرطوم. زو زي ايه؟ نازور اللي هي ايه؟ اللي زي ايه؟ اللي هي بنزوروا بيها عن بعد، بتقرب بالاشياء، بقرب المناظر بهذا الشكل. هنشوف، خليكم مع بعض. هنكتبهم دلوقتي وناخدهم معانا بالتفصيل. انا عندي حرف الصاد، شايفين حرف الصاد وحرف الضاد. شايفين لما شكل حرف الضاد بهذا الشكل والصاد بهذا الشكل، لما نيجي كتبنا اضفنا ليها المد اللي هي الواو بقت ايه؟ بهذا الشكل. صو ضو. وحرف الطاء كذلك. شايفين حرف الطاء لما نيجي نضم لها نضيف له حرف الواو اللي هو المد بيكون بهذا الشكل. صو وطو وظو. يبقى ايه؟ شايفينه قدامكم. يبقى احنا خدنا حرف الصاد المرة اللي فاتت والضاد والطاء والظاء، وقلنا ايه؟ بالمد بالواو هنقول صو ضو. لازم نمد كده شوية عشان نعرف ان فيها مد، مش نقول ضو وصو وخلاص على كده. لان ضو وطو تبقى ايه؟ مش هتبقى مد، هتبقى ايه؟ هتبقى مضمومة، بس اسمها مضمومة مش مد. طو ظو دي كده ايه؟ مد بالواو ومد بالواو. طو وظو. لكن طو بس وظو هتبقى ايه؟ مد. هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ مضمومة بس مش مد بالواو، عليها ضمة بس. وفي فرق بين الضم والمد ايه؟ بالواو بهذا الشكل. يبقى احنا خدنا حرف النهارده الصو الطو والظو. وهناخد دلوقتي عليهم ايه؟ كلمات عليهم. خليكم معايا. هناخد دلوقتي ايه؟ كلمات عليهم. زي ايه؟ احنا قلنا ايه؟ عندنا كلمتين اللي هما ايه دلوقتي؟ شايفينهم؟ خرطوم وايه؟ نازور. خرطوم ونازور. خرطوم ايه؟ الخرطوم الفيل، ونازور اللي هو ايه؟ بينظر بيه الاشياء اللي احنا نقرب بيه الاشياء البعيدة بهذا الشكل. تعالوا نشوفهم مع بعض اهو. هم حروف بهذا الشكل. شايفين حرف الخاء وهو حرف، والراء والطاء والواو والميم. حرف اللام لما يجي بقى تكتبهم في الكلمة هتختلف. احنا شايفين حرف الخاء كتب ازاي، لكن الراء زي ما هو والطاء زي ما هو والواو زي ما هو والميم زي ما هو. هي بس حرف الخاء هي اللي ايه؟ شكلها اختلف، لما هي حرف وهي ايه؟ في اول الكلمة مكتوبة بهذا الشكل. خرطوم. يعني نشوفهم دلوقتي اهي. شايفين كتبناها ازاي؟ والراء، وبعدين الطاء، وبعدين الواو، وبعدين الميم. خرطوم. اما بقى نازور، شايفين حرف النون والالف بتاعه المد بتاعه الناء. يعني دي نا، لو تذكر ان هي ايه؟ حرف المد بالالف اللي احنا خدناه في الاول ده نا. والظاء وحرف الواو وحرف الراء. يعني ما اختلفش حاجه غير حرف النون بس شويه، اللي هي ايه؟ ما اتكتبتش اللفه كامله، حطينا النقطه بس وشلنا ايه؟ يعني دي اتشالت وحطت مكانها ايه؟ الالف المد بهذا الشكل. نازور.
تعالوا نشوف نكتبهم تاني مع بعض دلوقتي. اهي ادي الخاء سنة، ونشد خط مايل ونقف على السطر، ونشد كده على السطر، دي كده السطر، نحط الخاء ونحط نقطة الخاء والراء سنة على السطر، وتحت السطر ننزل بالراء، والطاء تلف من جوه لبره لفوق لفوق السطر كده، وبعدين نزلنا على السطر وقفلناه، ده حرف الطاء. والواو اللفة بتاعتها على السطر الدايرة، وتحت السطر اللي بقيتها. الميم كذلك الدايرة بتاعتها على السطر، ونشد شرطة بتاعتها على السطر، والبقيتها كلها هتنزل ايه تحت السطر. نازور ادي النون على السطر، نقطة فوق السطر، ونشد شرطة على السطر، الألف هتبقى فوق السطر بهذا الشكل. دي مد بالألف، والظاء من جوه لبره فوق السطر، وبعدين نزلنا على السطر وقفلناه، وحطينا الألف بتاعت الظاء زي ألف الطاء، بس الظاء عليها نقطة. والواو لف الدايرة بتاعتها على السطر، والايه ودي اللي هي الشرطة بتاعتها تحت السطر. الراء تبدأ على السطر السنة بتاعتها، وتنزل تحت السطر الايه الشرطة بتاعتها، تبقى كده خدنا خرطوم ونازور. يبقى احنا اتكلمنا النهاردة على حرفين، على حرف الطاء وعلى حرف الظاء بهذا الشكل. حرف الطاء وحرف الضاء خدنا الحصة اللي فاتت صو وضو، خدنا المرة دي حرف الطاء والظاء طو وظو، طو وظو، وقلنا ايه زي خرطوم ونازور، وقلنا الحروف زي ما هي هذا الشكل شكلها اهي. ولكن لما جيت اختلف بس حرف الخاء من شكله هو حرف، وهو شكله ايه هو في الكلمة. ونازور فيها مدين، مد بالالف ومد بالواو، مد بالالف ومد بالواو. يبقى احنا خدنا ايه النهارده في الكتاب؟ خدنا حرفين، حرف الطاء وحرف وحرف الخاء، شايفينهم مع بعض اهم، خرطوم نازور. وبكده هنختم الحلقة دي، خدنا فيها حرفين بالمد. والى اللقاء الحلقة القادمة، متنسوش الاشتراك والاعجاب بالفيديوهات، وكل عام وانتم بخير. احنا في رمضان كريم عليكم، ربنا يتقبل صيامنا وقيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.